السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زوزو، ودي قناتي. اللي مش مشترك في القناة يضغط على كلمة الاشتراك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم كل إشعار بكل فيديو جديد أنزله على قناتي. وما تنسوش اللايك للفيديو، لأن اللايك ده هو اللي هيوصل الفيديو بتاعي لأكبر عدد من المشاهدات. ان شاء الله كده النهارده هندردش مع بعض واقول لكم كده يومي كله على بعضه كان عامل ازاي. يلا بينا كده بقى نصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا النهارده ماما كلمتني في التليفون وقالت لي ان هي جايه لي هي وولاد اختي. فقلت لها يا اهلا وسهلا، عايزين تاكلوا ايه؟ قالت لي والله احنا زهقانين من الاكل. فقلت طيب بما ان بقى كده ايه الجو النهارده برد، فقلت انزل السوق الصبح بدري واجيب كده كرومبتين كده كبارهم الوظين، وابدا كده اعمل لهم كده محشي كرومب. وهنشوف بقى النهارده يومنا كده كله والمحشي بتاعنا هيكون عامل ازاي. انا كده جبت البقدونس والكزبره والشبت وقطعتهم ونقعتهم في ميه، وجبت بقى كده الكرنبتين بتوعي. وزي ما انتوا شايفين اول كرنبايه ادي كده جبت السكينه وبدات كده يعني ايه الف السكينه الفها كده حوالين الراس لحد كده ما اعمل نقره كده في نص الكرنبه واطلع الراس بتاعه الكرنبه. وده كده بقى اللي هيساعدني في سلق الكرنبه بتاعتنا، وهنشوف هنعمل ايه. ادي كده اهو الراس بتاعت الكرنبه طلعت، وادي كده طلعت القلب بتاع الكرنبه كده من النص وعملت كده زي فحره كده او نقره. هي دي بقى كده المكان بتاع الراس بتاع الكرنبه، انا شلته خالص. بصراحة الفيديو النهاردة هو يعني مخصوص كمان علشان العرايس حبايبنا اللي لسه مبتدئين في موضوع المطبخ، وبيبقى موضوع الكرنب ده بيبقى بالنسبة لهم صعب جدا. يلا بينا كده بقى ايه نعمل التسبيكة بتاعة المحشي بتاعتنا. جبت برضو كده طماطم كانت حمرة وكانت مستوية، ويلا بينا كده بقى نجيب الكبة بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا كده قطعت البصل بتاعي، انا عندي الكبة يعني بتفرم البصل كأنه متقطع بالظبط كده ايه بالسكينة. ادي كده البصل بتاعي اهو. نزلت كده بقى بالبصل كده في حلة، وهننزل بقى كده بشوية زيت على البصل، وهنحط كمان معلقة سمنة فلاحي. بس يلا بينا كده بقى ايه نضرب الطماطم بتاعتنا كده بالمرة في الكبة. طبعا اللي بيستخدم الكبة، انا بصراحة مش بحط مية في الكبة، الكبة عندي حجمها كبير فبتفرم لي الطماطم على طول بدون مية. الناس بقى يعني اللي بتحط الطماطم في الخلاط لازم تحطوا كده كوباية مية علشان الطماطم تلف، علشان الخلاط ما يبوظش. ده يعني للعرايس حبايبنا اللي لسه يعني مبتدئين في المطبخ. جبت كده بقى البصل في الحلة وحطيت بقى شوية زيت، ونزلت كمان بمعلقة كبيرة كده من السمنة الفلاحي، وبدأت كده أشوح البصل بتاعي. أنا مش هحمره، أنا يا دوب كده هديله يعني تشويحة كده واحس ان البصل بتاعي دبل. هنزل بقى كده بالطماطم بتاعتنا. في ناس بقى بتعمل المحشي ني في ني، اللي هي بقى بتضرب في الخلاط او في الكبة الطماطم على البصل وبتنزل كده بالزيت في الحلة، يعني كده كله على بعضه مرة واحدة. ده بيكون ني في ني. انا النهاردة كده بقى ايه شوحت البصلاية. يلا بينا كده بقى نسلق الكرنبتين بقى بتوعنا. انا كنت سلقت واحدة وقلت ايه انا هعمل التانية معاكم علشان ما اطولش معاكم الفيديو. انا جبت بقى كده الحلة وحطيت فيها شوية ملح وشوية كمون، ونزلت كده بوش الكرنبة مكان التقوير بتاعة الراس في القعر كده من تحت بتاعة الكرنبة، وبعدين رفعتها كده زي ما انتوا شايفين، وبدأت كده الفها بايديا يمين في شمال وشمال في يمين لحد ما الاقي كده الورق نفسه بيقع. كل ما الورق يقع بيكون اتسلق. طبعا انا مش بسيب الكرنب بتاعي في ميه السليق فتره طويله علشان الكرنب بتاعي ما يتهريش. هبدا كده كل ما الاقيه كده خلاص كده الكرنب بدا كده يغلي والكرنب زي ما انتم شايفين استوي، يا دوب كده بتشدوا الكرنبايه. بتفضلوا بقى تعملوا الحركه دي لحد ما الكرنبايه كلها كده تخلص. اهو زي ما انتم شايفين بلف الكرنبه يمين في شمال وشمال في يمين اهو. يعني انا مش بخرجها خالص، لا انا بلفها كده زي ما هي في الحله. وزي ما انتم شايفين يمكن تقريبا الفيديو شارح نفسه، يا دوب كده بشد الورقه. كل ما الورقه تتسلق كل ما هتلاقوها هي نفسها كده بتقع في الحله وبتسيب الكرنبايه نفسها. ادي كده اهو زي ما انتم شايفين بدأت كده الكرنبه تنزل تنزل تنزل، وهتشوفوها كده برضو في الاخر هيكون شكلها عامل ازاي.
عايزه نقول لكم سلق الكرنب سهل جدا، وجربوا ما تخافوش. يعني عرايسنا الحلوين جربوا، يعني خليكم كده شاطرين، احنا كلنا بنتعلم من بعض، فلازم كده نجرب الحاجه علشان نبقوا شاطرين كده وما نحتاجش لاي مساعده من حد في المطبخ. ادي كده ايه الكرنبه بدأت تصغر معايا اهو، خلاص كده دول كده ايه الشويه الاخاره، وكده خلصت الكرنب بتاعي. طيب انا دلوقتي كده جبت المصفى ونزلت بالكرنب بتاعي كله كده في المصفى وفتحت عليه الميه. طب ليه الخطوه دي علشان اوقف عمليه التسويه، لان شايفين البخار والسخونيه، انا لو سبته كله كده على بعضه زي ما انتم شايفين الكرنب بتاعي هيتهري، لكن لما فتحت عليه الميه يبقى انا كده وقفت عمليه التسويه بتاعته. هنيجي بقى كده للتقطيع بتاع الكرنب. يعني كده ايه، لو خدنا ورقه ورقه هناخدها كده زي ما انتم شايفين، وهنقطع العرق بتاعها اهو كده بالسكينه. طبعا العروق دي كده انا مش برميها، انا يعني بحط عليها شويه ملح وشويه شطه، وبنزل عليها كده بشويه ميه مغليه، وبعملها كده مخلل، بيكون طعمها في منتهى الجمال. وببدأ كده بعد ما اشيل العرق بلف الكرنبايه بتاعتي كده زي الرول، وببدأ كده اقطع بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده الشكل اهو. ده كده بقى إيه للناس اللي هم لسه مبتدئين في الكرنب وما بيعرفوش يقطعوه. هناخد ورقة ورقة ونلف كده ونقطع العرق منها ونلفها كده زي ما انتوا شايفين كده، برمتها وقطعتها كده بالسكينة. طبعا انا بقى يعني بالنسبة لي أنا بقى كده هقول لكم كمان على طريقة سهلة جدا للناس بقى اللي عايزين يعني يخلصوا كده ويكونوا جايبين كمية كرنب كتير ويكونوا بقى فاتحين مشاريع. أنا بقى بحط كده كام ورقة كده على بعض، 2 3 4 5 6، وبقطع كده العرق وبرده كده بلفهم وببدأ أقطع بالسكينة. شوفوا مرة واحدة كده عمل معايا الكمية دي. يلا بينا كده برضو هنعمل مع بعض شوية كمان وهوريكم هيكونوا عاملين ازاي. بصوا الكمية قد ايه، في ثواني ما بياخدش معايا حاجة التقطيع. ادي كده ادي 1، ادي 2، 3، ادي كده هحط ورقتين كمان، وادي كده بصوا زي ما انتوا شايفين كده جبت السكينة وقطعت كده العروق ولفيت كده كأني بعمل سويس رول، وببدأ كده اقطع بالسكينة. هيدينا معايا كده كمية يعني كتير جدا، ومش هاخد وقت في تقطيع الكرنب. ادي برضو كده دول حوالي برضو 8 ورقات اهو. تعالوا كده بصوا ركزوا شوية، هجيب كده السكينة وهقطع كده العروق كلها كده مرة واحدة اهو. شايفين ادي كده العروق بتاعتي اهي. هلف بقى كده الكرنب كده على بعضه، واهو بدأت كده اساوي كده الحروف واقطع بالسكينة. بصوا مفيش طبعا اسهل من كده، وهنخلص الكمية كلها عايزة نقول لكم في ثواني. يعني بالنسبة بقى للناس اللي بتعمل مشاريع الخطوة دي هتبقى مسهلة عليكم حاجات كتير. وعملت برضو في بداية الفيديو للناس اللي هم العرايس اللي لسه مبتدئين في المطبخ. ادي كمية كده الكرنب كلها كده خلصت التقطيع بتاعنا. يلا بينا كده بقى نشوف التسبيكة. عايزة نقول لكم يعني الطماطم ما شاء الله كانت حمرة، مش محتاجة حتى معلقة من معجون الصلصة ولا اي حاجة. طيب يا زوزو احنا هنعرف ازاي ان التسبيكة كده خلاص اتسبكت؟ يبقى اللي هو الزيت والسمنة دول كده بيبقوا على الوش. انا بقى كده جبت الرز بتاعي وغسلته كويس واستنيت لحد ما التسبيكة بتاعتي بردت خالص، وحطيت بقى كده الخضرة اللي انا جايباها كلها بعد ما صفتها كمان من المية. طيب دلوقتي انا استنيت ليه التسبيكة بتاعتي تبرد؟ لان انا لو حطيت الخضرة على الرز والتسبيكة كمان سخنة هتلاقوا الخضرة اسودت، لكن لما تستنوا كده ان التسبيكة تبرد هتلاقوا لون الخضرة كده اخضر زي ما هو، ولا لونه هيتغير ولا اي حاجة. يلا بينا كده بقى ننزل بالتوابل بتاعتنا. معايا الملح ومعايا الفلفل الاسمر ومعايا الكمون، وفي بقى كده خلطة محاشي انا كنت جايباها من عند العطار، وحطيت كمان كده معلقة من هريسة الشطة. انا عايزة المحشي بتاعي كده يبقى كمان مشطشط، وهنقلب كده كله مع بعضه. عايزة نقول لكم الريحة في منتهى الجمال من قبل يعني ما ناكل ومن قبل كده ما نلف المحشي بتاعنا. انا خدت كده بقى شوية لان انا كان عندي كده شوية ممبار، فقلت كده اعملهم بالمرة. وفي حاجة كده كمان مهمة، انا حطيت معلقة من النعناع الناشف، بصراحة بيفتح ريحة الكرنب وبيخليه في منتهى الجمال.
دي بقى كده ست الكل حبيبتي ماما، كانت وصلت كده بألف سلامة ولقيتني مخلصة كله، قالت لي ما استنيتنيش ليه؟ كنت قطعت معاكي الكرنب وعملت معاكي الحاجة. قلت لها لا يا ست الكل، انا جهزت كده كل حاجة، انا سبت يعني ايه يا دوب كده تلفي معايا المحشي. قعدت بقى كده زي ما انتوا شايفين انا وهي، وقالت لي ايه انا عايزه حله لوحدي وانتي حله لوحدك، ونشوف انهي صوبع فينا هيكون اجمل. طبعا عايزه نقولك انتي لفك بتاع المحشي حتى لو انا بعمله احسن، انتي كل حاجه وكل اكلك يعني ده يعني بيكون في عينيا، ويكون في طعم الاكل انت يعني بتعملي الحاجه احسن مني مليون مره. ربنا يخليكي ليا ويديكي الصحه. وطبعا كلنا عارفين ان اهالينا بالذات لما بنروح عندهم بتبقى كده الام لما بتعمل الاكل بيكون ليه طعم تاني، حتى لو انت عامله احسن منها مليون مره بتلاقوا كده طعم اكل الام ده حاجه تانية خالص. قعدنا كده بقى كده ايه، لفينا الكرنب بتاعنا. وعايزه نقول لكم يعني هو كان اليوم كده كان كله على بعضه كده كان جميل. وعايزه اقول لكم ماما كمان لما بتكون عندي انا ببقى فرحانه جدا، ومش بنبقى عارفه نعمل لها ايه ولا ايه. ادي كده الكرنب بتاعنا كده لفيناه اهو زي ما انتم شايفين، وكان عندي كده قرنين فلفل اخضر قطعتهم كده على الوش. طيب انا دلوقتي ما عنديش بط علشان اللي هو بقى ايه ناخد بقى كده الشوربه بتاعته او المرقه بتاعته ونحطها على المحشي. اكترنا بيحط كده شوربه بط على المحشي. انا بقى النهارده كده هسلق الفراخ وهحول لكم شوربه الفراخ لشوربه بط في منتهى الجمال. انا جبت كده بقى الحله ونزلت فيها بمعلقتين كبار كده من السمنه البلدي، اهم حاجه سمنه بلدي. ونزلت كده ببصلتين وملح وفلفل وورق لورا ومستكه وحبهان، وبدات كده اشوح كده كله مع بعضه. واول كده ما ريحه الحبهان والمستكه بدات تطلع نزلت بالفراخ بتاعتي. انا بقى كنت معليه النار جدا جدا، ما تهدوش النار علشان الفراخ ما تنزلش الميه بتاعتها ويكون الشوربه طعمها مش كويس. عايزه نقول لكم بقى الشوربه كانت يعني اللي هو شوربه بط. ودي كده بقى خطوه مهمه كمان في تحويل شوربه الفراخ لشوربه البط، وتعملي منها احلى محشي هتدوقوه في حياتكم. ادي كده بقى ايه شوحنا كده بقى الفراخ مع التوابل اللي انا حطيتها مع ورق اللورا والحبهان والمستكه. الريحه عايزه نقول لكم قلبه البيت كله. هبدا كده بقى اشوح الفراخ بتاعتي كويس جدا جدا، وهبدا كده بعد ما الاقي الفراخ اتشوحت وكمان مفيش اي ميه ولا اي سوائل نزلت، هنزل بقى كده بالميه. والميه لازم تكون مغليه، ما تحطوش ميه تكون بارده من الحنفيه. بصوا شايفين الشكل عامل بتاع الشوربه عامل ازاي، حاجه كده في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه، والريحه كمان حاجه كده حكايه. خلاص كده بقى ايه اللي سلقت الفراخ بتاعتي واخدت كده الشوربه، نزلت على الشوربه بقى بتاعتي بمعلقه كمان من السمنه البلدي ومعلقه من معجون الصلصه. عايزه نقول لكم الخطوه دي كمان مهمه جدا جدا، هتخلي ريحه وطعم المحشي في منتهى الجمال. ادي كده زي ما انتم شايفين نزلت كده بالمرقه على المحشي بتاعنا، وحطيته بقى كده على البوتاجاز. واول كده ما بدأ يغلي هديت عليه النار، وادي كمان كده بقى المحشي بتاعنا استوى. عايزه نقول لكم والله يا جماعه كان من اجمل المحشيات اللي انا عملتها في حياتي كلها. وكمان بقى كده ايه علشان ماما بقى كانت حاطه ايديها في المحشي معايا، وطبعا كده يعني ايد الخير والبركه اتحطت في الحاجه بتبقى الحاجه كده في منتهى الجمال. جبنا بقى كده اطباق التقديم ونزلنا كده بقى بالمحشي بتاعنا اهو. عايزه نقول لكم ريحته فظيعه. والفراخ بتاعتي كمان حمرتها، عايزين تحطوها بقى في زيت على البوتاجاز ماشي، عايزين تدخلوها الفرن مفيش اي مشكله. وادي الاكله بتاعتنا وادي الوصفه بتاعتنا، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه، هتوحشوني.